إذا أنت مصور أو استوديو أونر وبتحس إنك عم تلاقي صعوبة تجذب هاي باينج كلاينتس، السبب مش لأنه ما معك سوني اف اكس 6 أو ريد رابتر أو مش لأنه المنافسة قوية، لأنه بصراحة أنا لي 10 سنين بالسوق والمنافسة عمرها ما كانت ضعيفة ويوم عن يوم عم بتزيد. مع ذلك بعدني بشوف مصورين يمكن أقل منك جودة وأقل منك خبرة بس شهريا عم يجذبوا عملاء أكتر وبيدفعوا لهم مبالغ اللي هن بيطلبوها. بس صدقني الغلط مش منك، لأنه بعرف إنه العدة الاحترافية اللي عندك كافية، فريقك جيد وعندك أعمال ممتازة مع زباين مهمة، بس غالبا عندك ضعف بشي واحد، وهيدا الشي يعتبر هو السبب الاساسي ليه ما عم تقدر تجذب لعندك بريميوم كلاينتس، واللي هو ثقة او التراست. اذا العميل ما بيوثق فيك وما بيعرفك مستحيل يشتري من عندك او يعطيك مبالغ كبيرة ويسكر معك ديلز بقيمة 10 20 او 30 الف دولار للديل الواحد. لذلك كل المصورين اليوم اللي بيطلعوا اكثر من 10 او 20 او 50 الف دولار شهريا وقتهم بيروح على عملية بناء الثقة بالسوق لحتى يجذبوا هيدا النوع من العملاء. وحدة من هاي الطرق انك تعتمد على شبكة المعارف اللي عندك لتقدر توصل لعملاء كبار او مؤسسات كبيره. ولكن اذا بتحس انه هيدي الطريقه مش مستدامه بالنسبه لك، في طريقه تانية رح تساعدك تبني الثقه المطلوبه لتجذب هاي باينج كلاينتس باستمرار وتبطل تعتمد على الريفيرلز فقط. ابعت لي على الخاص كلمه تراست لحتى ابعت لك ماستر كلاس مجاني بعلمك فيه نفس الطريقه اللي بيعتمد عليها المصورين عنا بالبرنامج ليزيدوا الثقه تبع عملائهم بشغلهم، وهيك بيكونوا عم يضافوا عملائهم باقل مجهود.